جلجي دايما في نادي الزمالك من المباريات اللي هي منتصف جدول الدوري. دايما الزمالك بيعمل مباريات كبيره امام الانديه الكبيره، ودينا شفنا السنه دي. مش هقول لك قبل كده يعني، لان معروف الزمالك دايما في المباريات الكبيره دايما بيكون على الموعد. امام الانديه الكبيره بيكون دايما على الموعد. تلاقيه يفوز على بيراميدز متصدر الدوري، تلاقيه يفوز على المصري متصدر الدوري السنه دي. ومشكلته بقى الاساسيه اللي هي دايما بنعاني منها كجمهور الزمالك، ان الزمالك بيجي في المباريات السهله بتاعت الانديه بتاعت منتصف الجدول في الترتيب وانديه الهبوط ويضيع الثلاث نقاط بسهوله. وده جلجي الوحيد كمشجع زملكاوي من مباراه الاهلي بكره، ان الاهلي ترتيبه التاسع يعني من ضمن منتصف الجدول. فاتمنى ان الزمالك ما يتعاملش بالاسلوب ده تاني، ما تلعبش مباريات قويه امام المصري وبيراميدز والانديه الكبيره وتستسهل وتضيع ثلاث نقاط. ما هي بثلاث نقاط، مباراه الاهلي دي بثلاث نقاط زيها زي مباراه المصري. ليه ما تاخدش الثلاث نقاط؟ ليه تستهتر وتستهون وتضيع الثلاث نقاط؟ هو ده جلجي الوحيد